دي وجبة بعد التمرين خلصناها، عبارة عن طبق سلطة وتونة، علبة تونة 185 جرام، طبعا بنصفيها من الزيت والكلام ده كله. وعندنا الفيتامين بتاعنا، هناخد حباية من دي وواحدة كمان من دي وواحدة كمان من دي، وبكده نكون خدنا كل حاجة. ونبلع بقى ايه بالليمون. انا جاي اقول لك على معلومه انت اول مره تسمعها. انت عارف ان في ناس امخاخها في طيازها؟ يعني مش كل الناس امخاخها في الجمجمه في الدماغ. ما تعرفش؟ دي معلومه جديده، انت فكرني بهزر. ما هو مش من الطبيعي خالص خالص ان انت كعميل تكلمني تقول لي عايزين نتقابل في كافيه ونقعد ونتكلم، فانت عايز تقابلني في كافيه عشان نقعد ونتكلم عشان تفاصل في 100 جنيه، واحنا قعدتنا في الكافيه اصلا يعني عشان نتقابل ونقعد في كافيه، القعده دي اصلا هتصرف ازيد من 200 جنيه وانت طالع. الله اعلم بقى هتصرف قد ايه حسب الكافيه اللي هنقعد فيه والمكان اللي هنقعد فيه، وكل ده عشان تفاصل في 100 جنيه. فده معناه ان مخك مش في راسك، مخك في طيزك. والله العظيم زي ما بكلمك. ما هو ده يعني دي حاجه مش طبيعيه. يعني مثلا فاصل في رقم حتى تستحق القعده. والله يعينكم على حالكم. انا هنا مش بتكلم عن الناس اللي غير مقتدره، انا هنا بتكلم عن الناس اللي هي قادره ان هي تدفع بس معفنه. عايز اقول لك ان في ناس مش بتكون محتاجه تحاليل ولا محتاجه اشاعات، ورغم كده الدكتور بيبعتهم المعامل بتاعه التحاليل واماكن الاشاعات عشان خاطر هو ليه نسبه وعايز يستفيد، وانت بتكون عارف ومتاكد ان انت مش محتاج الكلام ده، وبتروح تدفع والجزمه ببقك من غير ما تفتح بقك. انما بتيجي عند المدرب اللي هو ليه قد المدرب، ليه اعمل المدرب مش عايز اقول لك وبالغ انه اهم من الدكتور، دي حقيقه. لان المدرب بعد ربنا سبحانه وتعالى هيساعدك انك ما تروحش للدكتور، انما انت لو رحت للدكتور خلاص انت قاعد بقى مع الدكتور بقى. وخد بالك اقول لك على حاجه، في فرق ما بين شخص ماشي بشنطه علاجه وشخص مثلا بياخد الفيتامين، بياكل، بيتمرن. يعني احنا مثلا بناخد فيتامين ومعادن وكده، بنستخدم مكملات. انا اقدر اوقف المكملات دي دلوقتي وانا بصور الفيديو كده اوقف، مفيش اي مشكله. انت ما تقدرش توقف، انت ما تقدرش توقف العلاج اللي انت بتاخده، فاهمني؟ هيحصل لك مشاكل. فمن البدايه عشان تحل اي مشكله حل اساسها، ومن البدايه ما تستخسرش في نفسك. وانا هنا بتكلم عن الناس اللي بتستخسر في نفسها بس كده. صباح الفل.